الفيديو هذا في اي حاجه تتعلق بالدراسه في دوله ليتوانيا. معكم ايوب من مكتب سيرفيس اجنسي جلوبال. اليوم احنا كاين في معهد طالب، هذا النهار الاولاني. جينا وجبنا معنا واحد من افضل الجامعات اللي كاينين في دوله ليتوانيا. مرحبا بكم، تقدروا تواصلوا معنا. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي جداد. اللي ما عرفش دوله ليتوانيا هي واحد الدوله اللي كاينه ضمن الاتحاد الاوروبي وسهله للطلبه باش يحصلوا على الاقامه ديالهم او الفيزا ديالهم باش يكملوا القرايه ديالهم في واحد من افضل الجامعات او دوله اللي كاينه في اوروبا. الحوايج اللي زوينين فيها وهو انه ماشي ضروري انك تبلوكي الفلوس ديالك، يعني مثلا بعض الدول خاصك تبلوكي 8 مليون او 9 مليون. في دوله ليتوانيا ماشي ضروري انك تبلوكي الفلوس ديالك، وكذلك ماشي ضروري انه يكون عندك الضامن، يعني تقدر تضمن راسك براسك. كذلك القرايه تكون باللغه الانجليزيه. بالنسبه للتخصصات كاينين تقريبا جميع التخصصات باللغه الانجليزيه، اي تخصص بغيتو جميع التخصصات، يعني تقدروا تواصلوا معنا وحنا نشوفوا معك التخصص اللي بغيتو. تيبداو تقريبا من 2500 اورو حتى ل 5500، سواء الناس ديال الباشلر او لا الناس اللي غادي يبغيو يقراو الماستر. وواحد المعلومه هو انه الناس اللي باغيين يقراو الماستر عندهم الحق انهم يخدموا الوقت كامل بلا حتى شي مشكل. والماستر يعني تقدر يقرا عام ونص او لا يقدر يقرا عامين، يعني في حاله ما انه قرا عام ونص، الا كان الماستر داير العام الاول 5000 اورو، العام الثاني غادي يخلص غير 2500 اورو. كذلك اصحاب الباصلر هما تيقدروا انهم يخدموا. قلنا التخصصات كاين جميع التخصصات، مي خاصكم تردوا البال لواحد الحاجه اللي ما تيقولوهاش بزاف ديال الناس، وهو ان بزاف ديال الطلبات يكونوا عندهم الشروط. وكذلك خصنا نشوفوك واش اليجيبل. كذلك يعني بزاف الجامعات قبل ما تسجل فيهم، يعني تخلصوا الابليكيشن فيه، حنا تنقدموا لك واحد الاستشاره مجانيه تنشوفوك واش غتقدر تقبل ولا الجامعه المناسبه لك بلا ما تبقى تخسر بزاف ديال الفلوس. كذلك الا ما كنتيش اليجيبل تنقول لك فوالا راك ماشي اليجيبل، سواء بغيتي تقرا سنه تحضيريه. عندنا بعض الجامعات انهم يقدروا يقبلوا اللغه الانجليزيه B1، يعني يكون عندك المستوى الاول، او لا تقدر انك تخدم لا B2 وتدفع للجامعات ولا التخصص اللي بغيتو. بالنسبه للحوايج اللي زوينين، المعيشه رخيصه. حنا تنشوفوا معكم الجامعه اللي يكون فيها السكن الجامعي، لحقاش السكن الجامعي في دوله ليتوانيا ما تيتعداش واحد 1500 درهم، كاين كذلك 1200 درهم، وكاين اللي قل كاع. هذا الشيء حنا نحاولوا اننا نوجهوكم ليه، لحقاش بعض الطلبه بعض المرات سواء تيمشيو يقراو في مدن ما فيهمش الخدمه. هذه كذلك تنشوفوا ناس يعني تدفعوا مع بعض الناس اولا بعض المكاتب اللي ما توجههمش واحد التوجه صحيح، لحقاش حنا تنعرفوا وانتم عارفين بلا بزاف ديال المغاربه تيبغيو يمشيو مثلا يقراو في اوروبا، تيبغيو يخدموا ويقراو، يعني انهم تيمشيو مثلا تيصيفطوهم واحد المدينه اللي صغيره، تكتشفوا انها ما فيها لا خدمه حتى ما فيهاش بنادم اللي تيكون مثلا تسميهم بزاف ديال الناس اللي غادي يكونوا مثلا فروم انترناشونال كانتريز، يعني حتى في التواصل تيكون صعيب عليهم انهم يتادابطاو. في خلال مثلا كاينين مثلا 3 اكبر المدن اللي كاينين في دوله ليتوانيا، على سبيل المثال العاصمه فينيوس او لا كاوناس او لا كلايبيدا. هادو على الاقل فيهم بزاف تيكونوا الطلبه الدوليين، تتكون يعني حتى باش تأقلم تكون سهل باش تأقلم. حنا هادشي كامل تنردوا له البال، تنوجهوكم سواء في التخصص سواء في الجامعه اللي غادي تقبلوا المدينه. كذلك انه الا كنت قد ما كان عندكم نقاط مزيانه تقدروا نوجهوكم الجامعات اللي كبار. كذلك باش تستافدوا من السكن الجامعي. وكاين بعض الجامعات اللي تقدروا يعطيو واحد سكولارشيب، ولكن ماشي كبير، يعني تقدروا انهم ينقصوا لكم واحد 1000 ولا 800 اورو من التويشن فيه، يعني من المجموع اللي تقدر يكون ما بين 3000 حتى ل 4500 اورو في السنه. الحوايج اللي زوينه كذلك وهو انه تتحصلوا على الاقامه اللي تتخول لك انك تسافر لاي دوله في الاتحاد الاوروبي. وما بين الحوايج الزوينه كذلك انك الا قريتي العام الاول مثلا معاهم وفاليديتي وكل شيء، العام الثاني تقدر انك تمشي لاي دوله في الاتحاد الاوروبي تقرا في عام في بلاصه اخرى في جامعه اخرى في الاتحاد الاوروبي. والخدمه كذلك، اي حاجه اي معلومه تواصلوا معنا، تقدروا تزورونا في الانستغرام ديالنا سيرفيس اجنسي جلوبال، اولا تجوا عندنا المكتب ديالنا اللي كاين في سيدي معروف. خاصكم تعرفوا كذلك انه اكثر من 80% من
الطلبه اللي تيسجلوا مع المكتب ديالنا راه تيقدموا معنا اونلاين، يعني تقدموا خدمه اللي اونلاين، ماشي ضروري انكم ديبلاصاو عندنا، وتنعاونوكم من ا حتى زد حتى تنصروا في ليتوانيا، حتى تاخذوا الاقامه ديالكم، تاخذوا القبول الجامعي ديالكم وكل شيء ان شاء الله. مرحبا بكم ونتمنى لكم نهار موفق سعيد.